السلام عليكم. هو الأمل كان بيعمل إيه مع بقية البلاوي اللي في صندوق بندورة؟ ولا هو الأمل في حد ذاته مصيبة؟ أنا جنة عادل وده اللي هنتسحل فيه النهاردة، بس الأول لو مش عارفين أسطورة بندورة اتفرجوا على السحلة اللي فاتت. مش احنا كبشر عايشين بقالنا ملايين السنين اهو، وأساطير وحضارات وليلة، بس لسه لحد دلوقتي مش عارفين نتفق على موقفنا من الأفكار الأساسية، منها مثلا فكرة زي الأمل. أنظف العقول اللي جابتها البشرية كانت شايفة إن الأمل شيء خطير، لأن الأمل ممكن يضلل الإنسان أو يسوحه أو يصبره على واقع مش المفروض يصبر عليه، أو يخليه يتعرض للخطر وهو بيحاول يحققه. وده بشكل ما بيتفق مع التفسير بتاع أسطورة بندورة إن الأمل كان مجرد مقلب الآلهة بعتته معاها علشان يفضلوا مسيطرين على البشر. على الجانب الآخر عقول لا تقل النظافة برضو شايفين إن الأمل هو السبيل الوحيد إن البشرية تروح في أي حتة أصلا، أو إنها تكمل أساسا. لو هنفصص الأمل كعملية ذهنية هنلاقيه حاجة أقرب للسفر عبر الزمن أو السفر عبر العوالم الموازية. عقلنا بيدرك الواقع وبيشوف إن في حاجة مش مظبوطة أو حاجة ممكن تبقى أحسن، فبيتخيل واقع تاني حتى لو كانت احتمالات إن ده يحصل في الرياليتي اللي احنا فيها ضعيفة جدا. الصورة الذهنية المستقبلية دي في حد ذاتها ليها تأثير إيجابي علينا، لأنها بتخلي أفكارنا أهدى وقدرتنا على اتخاذ القرار أحسن. الفكرة بقى ماذا بعد هذه المنتال تريب السعيدة؟ جايز الأمل يخلينا نستسلم للتفكير السحري إن الحاجات هتحل نفسها من نفسها فما نعملش أي حاجة. بس طب ما جايز برضو إن هو يشجعنا إن احنا نحاول نغير الواقع علشان الصورة الذهنية الجميلة اللي شفناها دي تبقى حقيقة. طب ما دي تبدو استراتيجية كويسة اهو. مش بالظبط، لأن كده كده مفيش حاجة مضمونة. الأمل كده كده مخاطرة، ممكن يبقى عندنا أمل في حاجة ونحاول نحققها بكل الطرق الممكنة مرة واثنين وثلاثة وبرضه ما تحصلش. هنا بقى يجي الخطر اللي بجد، العجز المكتسب أو learned helplessness. دي نظرية بتاعت راجل كبارة اسمه مارتن سليجمان. الراجل ده يعتبر أبو الطب النفسي الإيجابي وهنعمله سحل لوحده ما تتوهش مني. المهم إن النظرية دي بتقول إن تكرار المحاولات والفشل في تحقيق حاجة معينة ممكن يخلي البني آدم يبطل يحاول أصلا، يتعلم العجز. وده شيء خطير جدا، بالذات لو تحول لاتيتيود عام في الحياة. مش بس لأنه ممكن يضيع على البني آدم فرصة في إنه يحاول في حاجة المحاولة فيها فعلا هتجيب نتيجة، لكن لأن في علاقة قوية بين العجز المكتسب أو learned helplessness وبين اضطرابات نفسية زي القلق والاكتئاب وكرب ما بعد الصدمة. طب لحظة كده، معنى كده إن تكرار المحاولات والفشل ممكن يعرضنا لخطر إن يجيلنا عجز مكتسب فنبطل نحاول في الحاجات اللي ممكن المحاولة تنفع فيها، وحيث ان احنا مش عارفين هي ايه الحاجات اللي ينفع نحاول فيها وايه الحاجات اللي مش هينفع، وحيث ان الامل هو اللي بيخلينا نحاول. يبقى كده الامل حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ شباب انا ايش عرفني؟ بقول لكم الانسانية كلها لسه مش متفقة الامل حاجة كويسة ولا وحشة. وان كان في رأيي بصراحة الامل حاجة كويسة جدا. مفيش اي اختراع او اي انجاز وصلت له الانسانية الا وجاب بسبب الامل. من اول جده القديم اللي شاف النار وقال الله حلوة البتاعة دي ما تيجوا نستأنسها، لحد عمه اللي عمل البلاتفورم اللي بتشوفوني عليه دلوقتي. كل الناس دي كان عندها امل، وكل الناس دي خدت مخاطره تحقيقه. مفهوم ان مفيش حاجه مضمونه، وان الامل ليه ضحايا، وان الامل ممكن يلبسنا فعلا. بس في الاخر يمكن قيمه الامل تبان لو تخيلنا ان الامل مش موجود. لو كان صندوق بندورة مفهوش بس غير البلاوي اللي بعتها زوس، تفتكروا الانسانيه كان ممكن تكمل؟ لمزيد من السحلات اضغط هنا او هنا.